مساء الخير يا جماعه، يا ويلكم. بجد انا مش عارفه انا غايبه بقالي قد ايه، بس غايبه بقالي كتير قوي. الفتره اللي فاتت كان فتره فيها تغيير جذري في حياتي، فبصراحه انا ما كنتش عارفه اصور اي فيديوهات ولا اصور اي فلوجات ولا اشارككم اي حاجه بجد. لانه مرحله النقل او فتره النقل دي وفتره تشطيب بيت جديد، دي اصعب مرحله عدت عليا في حياتي بجد، اصعب من مرحله الحمل والولاده والحاجات دي. فبجد الفتره دي كانت صعبه قوي قوي قوي. انتوا ما تعرفوش اصلا كميه المحاولات علشان اصور لكم الفيديو ده. نبص بقى للجانب الايجابي في الموضوع، لان كل مرحله بتعدي علينا سواء صعبه او كويسه لازم بيكون فيها الحلو وبيكون فيها الوحش. بصراحه الفتره اللي فاتت كانت اصعب فتره زي ما قلت لكم عدت عليا، ولكن برضو كان فيها حاجات حلوه كتير. تفاصيل الفرش وان انتي بتعملي بيت على ذوقك من الاول للاخر، بتختاري فيه كل حاجه انتي وزوجك او انتي وشريك حياتك. دي حاجه حلوه قوي قوي وفتره حلوه قوي بتعدي عليكم برغم كل الضغوطات والحاجات اللي بتبقى موجوده في الفتره دي. المهم يا جماعه، انا فاينلي خلاص قعدت في بيتي، اخترت كل حاجه على ذوقي، كل حاجه عملتها بحب بجد. فان شاء الله الفتره الجايه هتشوفوا معايا حاجات كتير قوي قوي. ادعوا لي بس يا جماعه بشويه شغف، لان انا طالعه من المرحله دي بجد ما عنديش بربع جنيه طاقه خالص. طاقتي كلها اتهدرت في التشطيب وفي الحاجات دي. المهم انا بدات معاكم اليوم النهارده بفطار خفيف ليه، انا وزوجي كان هيفطر معايا، فقلت هعمل بقى فطار خفيف قوي. وانا عاده بصحى الصبح اعمل سندوتش الجبنه الرومي وباكله خلاص مع ايس كوفي وخلاص، ولكن بحس ان الفطار ده علشان ما فيهوش بروتين فبجد انا ما بشبعش وببقى مهبطه طول الوقت، وخصوصا ان انا بقيت بتاخر في الغدا، في ميعاد الغدا عبال ما اعمل الغدا. فحسيت ان انا محتاجه بروتين، فلما بحط البيض خلاص الساندوتش بيسد معايا قوي فتره كبيره، وبفضل لحد الغدا مش هبطانه. والفتره الاخيره دي مؤخرا يعني انا ما بقتش بفطر حتى. يعني ده كان يوم ده اللي انا صورت لكم فيه كان امبارح، ده اول مره افطر من بعد حوالي اسبوعين. فانا يعني لغيت وجبه الفطار دي، ودي وجبه مهمه اصلا واساسيه في حياتنا، ولازم في يومنا يعني ولازم نفطر. فاليوم اللي انا بفطرش فيه بحس ان انا مهبطه قوي قوي، فقلت بقى لا هحاول افطر تاني. طبعا هنعمل نفسنا مش اخدين بالنا من الشاي اللي اتحط مع الفطار اللي هيبوظ الفطار وهيكسر الحديد كله اللي في الاكل. المهم دخلت على فقره الغداء على طول. ودي يا جماعه يعني انا قاعده في البيت بقالي حوالي اسبوعين، دي اول مره اعمل فيها اكل بجد. انا مش عارفه ارجع للروتين تاني، مش عارفه ارجع لطبيعتي تاني، وخصوصا الفتره الاخيره ان انا كنت عند ماما على طول، فهي بتطبخ بتعمل اكل كده، فانا مش عارفه ارجع للروتين تاني. فقلت لا خلاص كفايه كده بجد، لازم اعمل غدا. هعمل النهارده شاورما لحمه، وطريقتها يا جماعه كانت تحفه اليوم ده. وهعمل مكرونه وايت صوص. انا هشارك بس معاكم طريقه شاورما اللحمه، لان انا عملت معاكم كتير قوي المكرونه وايت صوص. بصوا بقى، انا بحب اعمل شاورما اللحمه بقطعيه لحمه ما تكونش فيها اي دهون خالص ولا اي حاجه. انا بحب الشاورما تبقى لحمه حمرا كده. فانا كان عندي كنت عامله يعني من لحمه الاضحيه، كنت منقيه منها لحمه تكون ما فيهاش اي دهون، كنت حاطاها في كيس لوحدها وعارفه ان انا هعملها شاورما، فقطعتها زي ما انتم شايفين شرايح، قطعوا تقطيع اللي تحبوها. وبعد كده جبت الجريل وحطيت فيها شويه زيت، وهسيب الزيت لما يتقدح قوي او يسخن قوي، وبعد كده هنزل فيه اللحمه علشان اللحمه تاخد صدمه وما تنزلش ميتها فما تنشفش. نزلت بقى الاول حته لحمه كده صغيره بختبر بيها ان الزيت سخن ولا لا، وبعد كده حطيت بقى بقيه اللحمه كلها، ويا دوب بس يا جماعه سويتها في الجريل كده، يعني سويتها بالمعلقه كده، ما قلبتهاش، يعني ما بقلبش اللحمه اول ما بحطها على النار او بحطها في الزيت. خلي بالكم التركات دي تبان تافهه، ولكن لا بتظبط الاكل معانا، لانه اللحمه لو نزلت ميتها، لو قلبنا فيها كتير هتنزل ميتها، فبالتالي هتنشف وهتبقى بتشد مهما حطيتوها على النار. زي ما قلت لكم انتوا شايفين انا سبتها لما اخدت صدمه وبعد كده قلبتها. وانا بحس يا جماعه الشاورما اللحمه دي بتليق مع اي حاجه، في ناس تاكلها في كايزر، في ناس تاكلها بعيش، في ناس تاكلها بمكرونه، انتوا براحتكم، في ناس بتاكلها برز بسمتي، انا باكلها بكله. يعني انا بحب الشاورما في كل حالاتها، فباكلها يعني حسب المود بقى. انا عايزه اكل مكرونه النهارده فهعمل شاورما على مكرونه، عايزه اكل رز فهعمل الشاورما برز، ممكن اكلها بعيش وما اعملش اي حاجه من دول. المهم انا حطيت البهارات، انا ما حطيتش توم صحيح عشان فحطيت بقى توم بودره، وحطيت 7 بهارات، وحطيت قرفه وملح وفلفل اسود. لا ما حطيتش الملح دلوقتي، حطيت الملح في الاخر خالص بعد ما هنزل الخضار عليها، لان احنا عارفين ان الملح بيقلل من تسويه اللحمه او بيخلي اللحمه تاخد وقت اكتر في السوا، فبحطها في الاخر. دي بس البهارات اللي انا حطيتها، واهم حاجه شويه قرفه، لان انا بحب مع اي نوع لحمه او اي طريقه لحمه احط قرفه. انا بحب القرفه او طعم القرفه مع اللحمه. بدات بقى اقلب اللحمه كلها مع البهارات وسبتها شويه، قفلت الجريل، يعني الجريل دي اللي هي بتتقفل قفلتها علشان تحبس البخار واللحمه تستوي اسرع، لان احنا عارفين ان اللحمه بتاخد وقت مهما كان
القطعيه ايه لما بتشوح كده بتاخد وقت. المهم بقى قطعت فلفل وبصل وطماطم وحطيت معلقه صلصه علشان تدي اللحمه تيست كده، وحطيت كوبايه ميه وحطيت الملح، وهقلب ده كله مع بعض، وهسيب بقى اللحمه شاورما اللحمه لما تستوي براحتها خالص. هي بتاخد من نص ساعه لساعه الا ربع، ما بتقعدش برده كتير قوي لان اللحمه متقطعه صغير قوي. قولوا لي بقى يا جماعه، حابين تشوفوا فيديوهات ايه الفتره الجايه؟ بصراحه انا كنت عايزه اعمل لكم جوله في المطبخ بتفاصيله، خصوصا ان انا عامله مطبخ بسيط قوي ولكن في نفس الوقت شيك، عاملاه مودرن. فكنت عايزه اخدكم جوله في تفاصيل المطبخ كده، ولكن مش عارفه بصراحه يعني ما بهضمش فكره فيديوهات الجولات دي. يعني انا مستبعده تماما فكره ان انا اعمل جوله في بيتي، يعني الفيديوهات دي انا ما بحبهاش بتاتا، ومستحيل اعمل كده. يعني مستحيل امسك كاميرا الموبايل واقعد بقى الف في البيت اقول لكم يا جماعه ده هنا ما اعرفش ايه وهنا ما اعرفش ايه. ده بصراحه الفكره بالنسبه لي صعبه قوي قوي ان انا انفذها. ولكن بما ان احنا اغلب الفيديوهات بنقضيها في المطبخ، فانا قلت ممكن اعمل لكم جوله في المطبخ. فقولوا لي انتوا لو عايزين اعمل الفيديوهات دي قولوا لي وانا هعملها. فيديو الجوله في المطبخ ده قولوا لي، خصوصا ان انا عامله شويه تفاصيل كده في المطبخ هتعجب. ممكن حاجه انا اكون عاملاها في المطبخ انتوا تستفادوا منها. وكمان وقعت في غلطات كتير قوي قوي بجد وانا بعمل المطبخ وانا بعمل البيت كله. فان شاء الله الفيديوهات الجايه هنتكلم عن الحاجات الحلوه اللي انا عملتها والحاجات برضو الوحشه او الغلطات اللي انا وقعت فيها. فقولوا لي انتوا حابين تشوفوا ايه الفيديوهات الجايه وانا هنفذ كل حاجه. انا بصراحه فضيت يعني ما بقاش عندي حاجات كتير اخده وقتي، فهركز على حوار الفيديوهات ده الفتره الجايه كتير قوي. فانتوا لو عايزين فيديو جولة في المطبخ ممكن يعني اصوره. المهم بقى انا هنا خلصت الغدا وغرفت يعني المكرونة والشاورما كانوا 10/10 بجد، كانوا تحفة. خلصت بقى الغدا وبجد كنت فرحت قوي، فلميت كل مواعين الشاورما والوايت صوص والمكرونة وايت صوص. بجد المكرونة وايت صوص بتعمل مواعين كتير قوي زيها زي المكرونة بشاميل بالظبط، يعني مفيش فرق. فلميت كل المواعين في غسالة الاطباق وشغلتها، والمواعين اللي محتاجة تتغسل على ايدي او مش هينفع تدخل غسالة الاطباق فحطيتها غسلتها على ايدي. المهم دي الكاتنج بورد اللي جايه مع الحوض، اللي انا يعني جايه مع الحوض السمارت ده. بصراحه انا مش عارفه يعني مش عارفه احكم على الحاجه دلوقتي خالص، انا بقالي اسبوعين بستخدم الحاجه. ففي ناس بتسالني كتير قوي الحوض السمارت كويس ولا لا، فانا بجد مش عارفه احكم على اي حاجه غير لما اجربها، يعني على الاقل شهر او شهرين علشان احكم على الحاجه. بس هو لحد دلوقتي شطبت المطبخ وعملت ايس كوفي. الحقيقه ان انا شطبته تشطيبه سريعه كده عشان انا محتاجه انزل دلوقتي، عايزه اشتري شويه حاجات كده. وعملت ايس كوفي عشان بجد الجو حر قوي قوي، وانا بيتي اكسترا حر. يعني لو الحراره بره 35 فانا بيتي هنا 55. البيت عندي حر قوي قوي بجد. فهشرب الايس كوفي وهنجهز سريعا اسرع ما يمكن علشان متاخره قوي. بصوا بقى في الحر ده انا مبقاش طايقه نفسي اصلا، فانا هحط بس اهم حاجه السان سكرين، وده السان سكرين بتاع بوبي اللي هو هيدرو كير سان سكرين جيل. انا معرفش، انا كنت جايباه على اساس ان هو جيل، بس بفتحه لقيته زي كريم برضو، يعني زيه زي الكريم. مش عارفه بقى ايه الكونسيبت، شاريه على اساس ان هو يبقى جيل شفاف كده. فانا اهم حاجه عندي دلوقتي ان انا احط السان سكرين، بعد كده هحط بلاشر وخلاص. انا في الصيف على طول كده سان سكرين وبلاشر وبس كده، يعني مبقدرش احط اكتر من كده بصراحه. رجعت من بره الحمد لله، والجو يا جماعه بجد حر. الصيف ده انا ما بعرفش اخرج فيه ابدا ابدا. فهعمل ايس كوفي للمره اللي ما اعرفش كام النهارده، وبالمره هعملها معاكم علشان اقول لكم على الحاجات اللي انا جربتها مؤخرا، يعني في الايس كوفي وفي القهوه وفي الحاجات دي وطلعت كويس. بصوا اول حاجه انا بستخدم دلوقتي النسكافيه الجولد ده بتاع ابو عوف. هو حلو ومش بيمرر قوي وطعمه كويس، ولكن مش قوي قوي زي الماركات اللي كنا بنستخدمها. بس هو يعني ماشي حلو وسعره رخيص، يعني البرطمان ده كان سعره 140 جنيه، فبالنسبه للكواليتي بتاعته هو سعره حلو قوي قوي. بعد كده انا طول عمري بستخدم الصوص بتاع ماجيك، اللي هو كل الصوصات بتاعتهم عندي وبستخدمها ومجرباها وتحفه. لكن انا جربت ده قلت هجربه جديد، ده الصوص بتاع ادمي. الشركه دي اسعارها حلوه قوي والصوصات بتاعتها كويسه قوي، وده بالذات الصوص الكراميل بالذات بتاعهم تحفه. فانا قلت هجربه وطلع بصراحه تحفه، وسعره كان تقريبا 45 جنيه. بصوا بقى يا جماعه، اكتشاف الفتره اللي فاتت هي السيربز دي من شركه مصريه اسمها مانوتي. انا اشتريت منهم قلت هجرب، يعني في كذا حد من اللي انا بتابعهم
جاب الحاجات دي وجربها، او جاب السيربس بتاعتهم وجربها وشكر فيها قوي. فقلت خلاص هجربها. السيرب ده كان عامل 80 جنيه وكنت جايباه من على نون. المهم انا شايفين الكراميل ما بقاش فيه اي حاجه خالص، بجد تحفه. انا علشان الفانيليا ما بحبهاش قوي مش جايه معايا سكه يعني. بصوا انا خلصت حوالي ربعها كده، بس السيربس تحفه يا جماعه. سعرها حلو قوي قوي بالنسبه للكواليتي بتاعتها. انا طلبت سيرب الكراميل تاني، ولكن طلبت بقى اللتر منه. يعني ده 350 مللي ب 80 جنيه، انا طلبت اللتر تقريبا عامل 200 جنيه. بقى نعمل ايس كوفي مع بعض سريعا كده. كنت بجد راجعه مفرهده قوي قوي من الحر، ما كنتش قادره. مع انه يعني انا ما بشربش كوبايتين في اليوم، لان انا بكتر كميه النسكافيه قوي، فما بشربش عاده كوبايتين في اليوم. ولكن اليوم ده انا ما كنتش مستحمله بصراحه كميه الحر اللي انا شفتها والفرهده اللي انا شفتها بره، فقلت هعمل كوبايه كمان قبل ما انام. بصوا انا عملت الطريقه البيزك خالص، حطيت النسكافيه والعسل وشويه من السيرب وشويه من الكراميل، وضربت ده كله مع بعض، وبعد كده حطيت التلج وحطيت اللبن وخلاص. يعني طريقه بيزك خالص. انا بعمل طرق كتير قوي للايس كوفي، بس ده يعني احلام. وبس كده يا جماعه، دي كان اخر حاجه انا عملتها في اليوم النهارده. كان انجاز، عملت غير حاجات كتير قوي انا عملتها ما صورتهاش. فدي كانت اخر حاجه في اليوم النهارده. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الفيديو تحت، واعملوا لايك يا جماعه للفيديو علشان يوتيوب يرشح الفيديوهات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفلوج جديد. باي باي.